يا ترى بتعرف تقرأ لغة ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني إيه؟ أوقات بنفتكر إن رضا ربنا علينا حاجة لازم نشوفها بعينينا، بس الحقيقة إن أول علامة على رضا ربنا علينا إن قلبك يكون واعي، مستني إن هو يسمع. أيوه، مستني إن هو يسمع ويشوف ويلمس. القلب ده عايش، القلب ده بيتنفس. إزاي تعرف إن حبيبك راضي عنك؟ لما تلاقي نفسك بتسأل السؤال ده: يا رب أنت راضي عني؟ يا رب ارضى عننا جميعا فأنت الرحمن الرحيم. معنى حلو قوي. أول علامة تعرف بيها إن ربنا راضي عنك إنك أساسا تسأل، وده بيدل على إن في علاقة حقيقية، في القرب، في الاتصال، في الإخلاص، في إن العبادة بتطلع من قلبك مش بتأديها أداة حركية. لأن اللي بعيد عن ربنا ما بيسألش. والدليل على كده قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني الناس اللي ربنا بيحبهم وراضي عنهم قلوبهم بتفوق، بتسأل، بتدور، مش بترتاح أبدا للغفلة. ما بتحبش كده. تبص تلاقي الإنسان ده، لا، لو لقى إن في حد تاني قريب من ربنا وهو لأ، شايف قدامه علامات بتقول إن الإنسان ده تقي، يعني يغير، يتضايق، يقول اشمعنى أنا ما أكونش من أحباب الرحمن. لما يشوف حد محتاج يحس بيه فيفرح إن قلبه عايش، قلبه بيتنفس. علشان نفس الموقف ممكن يعدي على إنسان تاني، ولكن عادي يشوف حد محتاج ولكن ينظر له نظرة: ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما عيب بقى، انتوا بقيتوا كتير قوي. عيب، عيب ان قلبك تسيبه بالشكل ده. انت اللي خسران. على فكرة، اللي قلبه بيسأل وما مش بيعيش كده منغمس في الحياة، ده القلب اللي عايش اساسا، ده القلب اللي صاحي، ده القلب اللي بيتنفس، ده القلب اللي مستمتع بالدنيا وهيستمتع بالآخرة لما يدخل الفردوس الأعلى ويشوف سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فلو لقيت قلبك يعني بيسأل وبيلح وبيدور ومش حابب إنه يعيش الغفلة، افهم إن أنت حبيب الرحمن.